بص، الناس كلها عارفة خوفو الهرم الأكبر اللي هو واحد من عجائب الدنيا السبع. لكن محدش يعرف مين اللي مهد الطريق ليه. لكن محدش يعرف اللي مهد الطريق لخوفو هو أبوه الملك سنفرو. ودي حكايتنا النهاردة عن الملك سنفرو. سنفرو مش بس حكم مصر، لأ، ده غير شكل العمارة الجنائزية في تاريخ مصر كلها. ازاي يا أستاذ؟ ما هي الأهرامات ديت كانوا بانيينها لأنها عبارة كانت عن مقابر. بعد كده يا أستاذ عايز أقول لك إن الملك سنفرو هو مؤسس الأسرة الرابعة، وتولى الحكم بعد وفاة الملك حوبي آخر ملوك الأسرة الثالثة. بعد كده بدأ الملك سنفرو أول مشروع ضخم ليه، وكان في منطقة ميدو. في هذه المنطقة بدأ بناء أول هرم ليه في منطقة ميدو. المشروع بدأ كأنه مصطبة، يعني الهرم كان مصطبة واحدة. بعد كده المصطبة اتطورت لعدة مستويات، بقت شكل هرم حقيقي. بس في مشكلة صغيرة، إن التصميم دوت ما كانش دقيق، فعشان كده الجزء الخارجي من الهرم كله انهار، فعشان كده سمي الهرم الكاذب. يبقى أول مشروع للملك سنفرو باء بالفشل، أن الجزء الخارجي من الهرم انهار وسمي الهرم بالهرم الكاذب. رغم فشل الملك سنفرو في هذه المرحلة لكنه ما استسلمش، لكن التجربة ديت علمته. وبعد كده يا أستاذ دخل في المرحلة الثانية أو الهرم الثاني، كان في دهشور. بدأ سنفرو مشروع جديد بهرم جديد بجوانب ملساء، بس برضه حصلت مشكلة وهم بيبنوا الهرم. كان في الزاوية، مما أدى إلى إن شكل الهرم اتغير، وعلشان يحلوا المشكلة دي عملوا الزاوية في المنتصف، بقى هرم نصين وعرف باسم الهرم المنكسر. يبقى كده أول مرحلة لسنفرو لما بنى فيها هرم سمي بالهرم الكاذب، فشلت. تاني مرحلة ليه كانت في دهشور وسمي بالهرم المنكسر. يبقى أول مرحلتين لسنفرو باءوا بالفشل، سواء كان الهرم الكاذب أو الهرم المنكسر. وفي المرة الثالثة زي ما احنا ما بنقول عندنا كمصريين، الثالثة تالتة، بدأ بناء الهرم في شمال دهشور، وكان أول هرم كامل الزوايا في تاريخ مصر القديمة. وعايز اقول لك برضه يا استاذ، لان ده كان هو النموذج اللي بنى عليه الهرم خوفو الهرم الاكبر بتاعه. يعني الهرم اللي موجود في شمال دهشور اللي بناه الملك سنفرو هو النموذج الذي اتخذه ابنه الملك خوفو لبناء هرمه الاكبر. بس برضه عايزين نعرف ان سنفرو ما كانش بس مهتم بالمقابر والمعابد والعمارة، لا، سنفرو برضه كان مهتم ان هو يرسل حملات عسكرية لتأمين حدود مصر، وخاصة في سيناء وفي النوبة. وأرسل عدة حملات إلى فينيقيا لجلب الأخشاب هناك، اللي هي فينيقيا ديت اللي هي دلوقتي لبنان. اللي بدأه سنفرو كمشروع شخصي ليه اتحول لعصر كامل من الأهرامات، اللي هو عصر بناة الأهرامات، اللي هو عصر ابنه خوفو وحفيده خفرة وحفيده الثالث هو منقرع. علشان كده بنقول إن سنفرو هو المؤسس الحقيقي لعصر الأهرامات. لولا سنفرو وبراعته وإصراره في بناء الأهرامات ما كانش هيكون في عصر اسمه عصر بناء الأهرامات، اللي هو عصر الأسرة الرابعة. وفي الآخر نقدر نقول لكم إن الملك سنفرو دوت ما كانش بس ملك إن هو يبني أهرامات، بل إنه راجل، لأنه فشل أكتر من مرة لكنه ما استسلمش. وفي الآخر علم اللي بعده كله إزاي يبنوا للخلود اللي هي الأهرامات. فأنا عايز أقول لك إن النهاردة لما تشوف الهرم الأكبر اللي هو هرم خوفو لازم تفتكر اللي مهد له الطريق هو الملك سنفرو. بعد كده قصتنا خلصت للملك سنفرو. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك، واستنوني في قصص كتير بس شخصيات تاريخية من زاوية تانية محدش بيتكلم عنها كتير. سلام.